دخلت تربية رياضية، ناوي تبقى مدرس ألعاب. مين مننا ما سمعش الجملة دي، سواء من أهل سواء من صحاب سواء من عمو سعيد اللي على أول الشارع مثلا. طب هل فعلا مجالات التربية الرياضية أو مجالات علوم الرياضة هي بس مدرسين الألعاب؟ لأ. وهفضل أقول لأ وهفضل أتكلم في الموضوع كل شوية. طبعا ان انت تبقى مدرس بي اي، في دلوقتي مدارس السالري بتاعتها كويسة. ممكن بعد التخرج ان انت مثلا تخلي دي حاجة جنب الشغل مش حاجة اساسية، لان احنا الشغل بتاعنا ايام الدراسة غير الشغل في ايام الصيف. فممكن عادي جدا تشتغل مدرس بي اي الصبح، دي ما فيهاش مشكلة. في مدرسة كويسة السالري بتاعتها كويسة بالنسبة لك، النظام بتاعها كويس بالنسبة لك، دي ما فيهاش مشكلة. المشكلة ان انت لو وقفت هنا، اللي هو انت بقيت مدرس بس، في حين ان الكلية بتفتح لك بيبان كتير، ومن اول سنة زي ما قلت قبل كده بتفتح لك بيبان التدريب ككل، بتفتح لك بيبان اخصائي التأهيل اخصائي التغذية. بس هي بس محتاجة منك ان انت تشتغل على نفسك، فاحنا لازم نشتغل على نفسنا. بس كده كان معاكم كابتن مريم صلاح. لو عاوزتوا اي حاجة اسألوني في الكومنتس وهرد عليها كلها. ما تنسونيش بدعوة. سلام.